عليكم يا بنات. جايين ان شاء الله نعمل لكم قرص طريه باللبن. معايا هنا 3 كيلو دقيق، ومعايا 2 فانيليا و2 محسن كيك، ومعايا زيت عادي، ومعايا ملح وتلات اكياس دقيق. معايا هنا لبن سخن وسمسم وحبة البركة، وهنا معلقة سكر في الكوباية دي هحطها على معلقة خميرة، نضيف عليهم شوية لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، شوية لبن دافي يا بنات. هقلب اللبن كويس في الخميرة والسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. وهغطي على اللبن طبعا عشان يخمر براحته. هنخل هنا الدقيق، هننخل الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم الدقيق يتنخل يا بنات، علشان ايه بقى؟ علشان لو في اي حاجة تطلع يعني، بس ان شاء الله يبقى الدقيق نضيف يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بننخل الدقيق. هننخل 3 كيلو. هنا يا بنات الطبق بتاعي ده اللي انا هعجن فيه، او العجانه الصغيره دي ما خدتش غير 2 كيلو ونص دقيق بس. اتبقى نص كيلو مش هعملهم، هنضيف عليهم كل النواشف. وهنا يا بنات العجانه بتاعتنا ما خدتش غير 2 كيلو ونص بس دقيق. معانا هنا حبه البركه وسمسم احمر ومعلقه ملح صغيره. هنحط كله هنا وكل النواشف على بعضيها. هنا 2 فانيليا هم يا بنات، 2 فانيليا مع بعض اهم. بسم الله الرحمن الرحيم. و2 يا بنات محسن كيك، 2 محسن كيك، ممكن 1.5 بس انا هحط 2. هنحط بقى اللبن الدافي، هنعجن باللبن الدافي. هنحط هنا يا بنات اللبن الدافي. قلب يا بنات النواشف كلها على بعضها زي ما انتم شايفين كده. وهنحط وهنعجن باللبن. اللبن ده سخن على فكرة، المفروض اللبن يكون دافي بس يا بنات، ما يبقاش سخن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلبه بمعلقة طبعا عشان لسه سخن شوية. ممكن يا بنات يتعجن بنص مية ونص لبن، يعني ياخد مية وياخد لبن، بس انا هعمله بلبن كله بصراحة. لكن هو ممكن بمية ولبن مع بعض، نص الكمية لبن ونص الكمية مية على حسب ما ياخد الدقيق بتاعكم. وممكن بمية بس، وممكن بلبن بس، فانا هعمل بلبن. وبتبقى قرص طريه وحلوه قوي في البيت يا جماعه. تحطوها في التلاجة لاولادكم ياخدوا منها بجبنه، تغمس بجبنه، تتحط عليها اي حاجه انتوا عايزينها ياكلوا بها الاطفال. ممكن تديها في ايد ابنك بدل ما يجيب لهم معجنات من بره مش عارفين معموله ازاي، يبقى في البيت احسن. بصوا يا بنات، هنا لقيت الخميره لسه ما خمرتش، فهحط لها نقطه خل اهو عشان ايه؟ تفور يعني. هقلبها تاني وهنرجع لماجدة بتعجن العجين، واغطي على الخميرة ونشوف بقى العجين. هنا يا بنات الخميرة اهي، بسم الله ما شاء الله بدأت تفور. فانا بقى هحطها على ايه؟ على العجين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يا بنات حطينا معلقتين سمنة، وهحط شوية زيت، يعني زي نص كوباية بس كده. نص كوباية زيت وحتة سمنة.
السمنه دي حوالي هنقول نص كوبايه سمنه صغيره اللي هي بتاعت الشاي، نصها سمنه، عشان هم 3 كيلو 2 كيلو ونص دقيق بس. قربنا نخلص العجينه اهو يا بنات. كل ما يحتاج لبن نحط لبن على حسب الدقيق ما بياخد قد ايه. ال3 كيلو دقيق يا بنات خدوا 2 كيلو الا ربع لبن. 3 كيلو دقيق بتاعنا اللي هو اللي اسمه حبوبه ده خد الكيس الدقيق على فكره ب20 جنيه يا بنات، اللي هو اللي اسمه حبوبه. والكيسين ونص خدهم 2 كيلو الا ربع. كيسين ونص 2 كيلو ونص دقيق خد 2 كيلو الا ربع لبن. فزي ما قلت لكم اللي عايز يزود ميه يزود، اللي عايز يعمله بلبن خالص زينا كده ماشي. احنا بنعمل بلبن كده عشان عندنا اطفال صغيرين، فيعني يغذيهم احسن من البيتزا واحسن من المخبوزات اللي بيجيبوها من الافران. ده حاجه نضيفه معموله في البيت وتبقى في البيت على طول. عيل جعان كده ياخد قرصه بتاع. وهنا يا بنات العجينه ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بدات تخلص اهي. شايفين العجينه اللي هي مكتة كده من تحت. هاتلنا كده ورينا العجينه. شايفين يا بنات كده تبقى العجينه ايه حلوه بسم الله ما شاء الله. كده خلاص هنبطط عليها كده وهندهن وشها زيت وهنغطيها بكيس. ممكن من غير زيت، هي اصلا كلها دهون اصلا. يلا انا صراحه يا بنات كسلت اجيب الزيت، فهنفتح نفس كيس الدقيق اللي احنا عملناه منه وهنحطه عليها. فتحنا يا بنات نفس الكيس اللي عملنا منه العجينه اهو. الكيس بتاعنا حبوبه يا جماعه، وهنغطي عليه بس كمان بقماشه وخلاص. هنسيبه نص ساعه يرتاح وبعد كده نرجع لكم تاني يا بنات. السلام عليكم يا بنات. القرص اهي ارتاحت شويه، ما استناناش لما خمرت، احنا بس ريحناها شويه وهنقطعها وهنسيبها ترتاح هنا شويه كمان تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. العجينه بصوا العجينه ملبن ازاي في ايدي بسم الله ما شاء الله يعني. بنقطع كده يا بنات قد الليمونه دي. القرص الطريه دي قرص باللبن. المقادير كمان يا بنات اقول لكم المقادير. 2 كيلو ونص دقيق. هنقطع العجينه يا بنات صغيره كده قد الليمونه كده. طبعا هنسيبه يرتاح على الطبليه شويه. هتلاقوا دي بقى بسم الله ما شاء الله الصغيره دي هتكبر هتتضاعف دلوقتي. هتريح يعني تكمل تخمير. هنقطع العجين كله يا بنات عشان ما نطولش عليكم الفيديو ونرجع لكم تاني. وبعد يا جماعه ما خلصنا كل تقطيع القرص هنغطيها بقى ونسيبها ترتاح شويه. هنغطيها بقى بأكياس ونسيبها ترتاح شويه. رجعنا تاني يا بنات بعد ساعتين. سيبنا العجين يرتاح لمده ساعتين لان احنا كنا قطعناه وهو كان لسه مش خمران يعني. بسم الله ما شاء الله اهو ارتاح العجين كويس. وهنبدا هنغطيه تاني برضو عشان الوش بتاعه ما ينشفش ويشقق. هنغطيه بالاكياس تاني وهنبدا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نجهز بقى لتبطيط العيش تبطيط القرص. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بس يا بنات. شوف بتخلص في ثواني يعني.
بصوا يا بنات بتخلص في ثواني ازاي. هي بسم الله ما شاء الله عشان ارتاحت كويس قعدناها ساعتين بعد ما قطعناها، او اكتر من ساعتين كمان. خدت ريحتها يعني بسم الله ما شاء الله. شايفين كده؟ بس هنشيلهم ونرصهم على كيس في صينية لغاية ما نخلص كل الكمية. والكام قرصة يا بنات اللي احنا بططناهم في الصينية هنخرمهم بالشوكة. عشان ايه بقى؟ عشان ما يعلاش على يعني ما يقبش ويعلى يبقى زي العيش، يعني احنا عايزينه قرص يبقى نخرمهم كده عشان ما يعلاش القرص. بعد ما خلصنا يا بنات كل الكمية بالشوك بالشكل ده، وبيبقى كمان منظر الشوكة اصلا بيبقى حلو وهو في بعد ما تتخبز يعني بشكلها حلو قوي. هنحط بقى مشمع تاني واحط رق تاني. وبعدين يا بنات بعد ما خلصنا كمية القرص في صينيتين، هسيبهم يرتاحوا لمدة ربع ساعة أو نص ساعة بس. طبعا هغطيه بالكيس برضو، هغطيه بالكيس يا بنات وهريحه 10 دقايق أو ربع ساعة وأبدأ الخبيز فيه. فبسم الله ما شاء الله اتعملوا بسرعة ال2 كيلو ونص. وبسم الله ما شاء الله أخلص بس الكمية، بقيت الكمية وارجع لكم تاني. وبعد ما مليت الصينيه الاولانيه يا بنات بين رقه القرص ورقه القرص كنت بحط كيس. دلوقتي بقيت احط بقى على الطبليه برضو رقات اهو فوق بعض، بين الرقه والرقه كيس لغايه ما نخلص كل الكميه. طبعا احنا التبطيط سهل يعني تفرد سهل. كنت ببطط على الكيس بتاع الدقيق علشان ايه يبقى سهل معايا انقل وكده يعني. وبعدين يا بنات بالشوكه بخرمها كده بالشوكه عشان ما تعلاش. واللي عايزها زي العيش يا بنات ما يخرمهاش. اللي عايزها زي العيش وتعلى ويحشيها من جوه اي حاجه لاولاده ينفع عادي. بس انا كنت بخرمها كده عشان تبقى قرص طريه. كنت بعملها كده بالشوكه علشان ما تعلاش. بعد ما خلصت كل الكميه، بعد ما خلصنا كل الكميه بتاعتنا خلاص اهو. دي اخر واحده. ه- هخرمها بالشوكه اهو بسم الله الرحمن الرحيم. وكده الحمد لله رب العالمين خلصنا ال2 كيلو ونص. ال2 كيلو ونص. وهغطي بقى عليها كده شوية واسيبها بقى ترتاح 10 دقايق يا بنات ونبدأ الخبيز بقى على طول. ال2 كيلو ونص يا بنات جم معانا صينية بسم الله ما شاء الله عليها 4 أدوار 4 رقات يعني. وبقية القرص بططناها على الطبلية برضو رقتين 3 برضو. فبسم الله ما شاء الله مطلع معانا كمية كبيرة كمية حلوة يعني. هغطي عليهم بقى يا بنات واسيبهم يرتاحوا نص ساعة قبل الخبيز. رجعنا لكم يا بنات بعد ما العجين ارتاح شوية. انا سبته ساعة، بصراحة انا سبته ساعة. طبعا انا مغطية عليه ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اهو. وعشان ده اول صينية في الفرن لازم اسخن الصينية الاول وهي فاضية كده. وبعدين هرص فيها، هاخد فيها القرص كده يا بنات وارص. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله يا محمد. بسم الله بسم الله. انا عاملاها صغيره قوي يا بنات، شايفين عاملاها قد ايه صغيره قوي عشان احفادي لسه صغيرين، عشان اللي يمسك واحده يخلصها ما ياخدش نصها ويرمي نصها حرام يعني. كنت بعملها كبيره شويه في رقيه الاطفال الصغيرين بياخدوا
نصها ويسيبوا النص، فحرام. بسم الله. لازم يا بنات الصاج او الصينيه اللي هنخبز عليها تكون سخنه اول مره، عشان لما نخبز فيها يطلع القرص حلوه. يعني ما تسيبش فيها حاجه كده، ما تاخدش من القرص، لا. القرص بتحب النار عاليه. ممكن يا بنات نعملها في فرن البوتاجاز على فكره. اللي عنده بيولع الفرن من فوق ومن تحت، يولع من فوق ومن تحت ويحط فيها. واللي بوتاجازه بيولع من فوق لوحده ومن تحت لوحده، يعمل ايه بقى؟ يعملها يخبزها من تحت الاول، وبعد شويه يرجعها تاني للشوايه ويخبزها من فوق. هكمل الصينيه بتاعتي. بسم الله ما شاء الله، الصينيه بتاعتي كبيره، فبتاخد ايه يعني قرص كتير. يا رب ديمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب. يا رب ديمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب. واطعم جميع خلقك يا رب العالمين، اللهم اطعم جميع الناس يا رب. البنات العرايس بقى اللي لسه متجوزين جديد يعملوها كده وتبقى في البيت على طول. تقومي من نومك تاكلي لك قرصتين حلو قوي بجبنه بلبن، من غير حاجه خالص. هي فيها كل حاجه، فيها اللبن بتاعها، وفيها السمنه، وفيها زيت، وفيها طبعا حبه البركه. الحبه هي المباركه يا بنات، الحبه السوداء اللي بتشفي من كل داء. بصوا يا بنات، بعد ما عملت الصينيه اهي هدخلها بقى واظبط النار بقى بتاعتي. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا بعد ما بططتها يا بنات شايفين مغرزاها بالشوكه علشان ما تعلاش وتقب في الفرن، علشان تبقى قرصه طريه. لكن اللي عايزها ناشفه، اللي عايزها قصدي عيش، ما يغرزش بالشوكه كده يا بنات زيي، سيبها هي هتعلى كده وتبقى رغيف صغير. وباللبن برضو تبقى حلوه قوي. ممكن ياكلوها بجبنه، ياكلوها باي حاجه، بعسل، باي حاجه. وممكن ياكلوها من غير حاجه خالص. بصوا يا بنات، لما بدات تستوي شويه، كانت طبعا الصينيه كانت مليانه، ببهزها كده بسم الله ما شاء الله، وبفضي مكان لبقيه الايه القرص تاني. انا لسه ما طلعتش ولا حاجه اهو. بس هي بقى لما بتتشمع من تحت ومن فوق، يعني نص خبيث كده بنحركها، بتفضي مكان تاني لقرص تانيه. بسم الله. بصوا يا بنات، هي لسه ما عملتش. هندخلها الفرن. القرص دي عملتها ليه النهارده يا بنات؟ عندي حفيدي ابن محمد ابني الكبير، حفيدي ده عنده 4 سنين، اسمه نور. هو حيلته يعني ما عندوش غيره، اسمه نور. اتصل ببابا امبارح وكلم بابا امبارح، صحاه من النوم يعيط، انا عايز قرصه من عند تيتا في صدقها. فكلموني قلت لهم هاتوه تعالوا الوقت اهو. الكلام ده امبارح بالليل. فاول ما جه قلت له انا هعمل لك قرص يا نور. فيا حبيبي سبته نايم وهعمل بقى القرص. صحى دلوقتي، طبعا احنا بدري لسه بالنسبه له، يعني الساعه 9 الصبح. فلقيته صحى وقال لي يلا يا تيتا، انا شميت ريحتك وانت بتخبزي القرص. القرصه دي انا عاملاها لمين؟
لنور. نور مين؟ نور محمد جميل. نور محمد. يا جماعه اللي يقول له انت اسمك ايه يقول له نور محمد عليه الصلاه والسلام، طبعا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. مع اني كنت معترضه على الاسم وانا نقول سمي ياسين، لا بس لقيت فعلا نور محمد حلو قوي. احلى قرصه لنور محمد يا بنات. يا ريت كلكم تعملوا لاولادكم كده يا جماعه ولاحفادكم زي كده. الواحد بيبقى فرحان قوي وهو بيعمل حاجه بالذات للاطفال، وببقى سعيده جدا لما الاطفال يطلبوها كمان. يعني بحس ان الواحد عمل حاجه كده. وعملوا لها لايك واشتراك. الله، طب اقسم بالله لوحده، اقسم بالله انا عمري ما قلتها. يعملوا له ايه يا نور؟ لايك واشتراك. يا قلبي بقول لكم اعملوا، يعملوا لمين؟ لتيتا وصدق. لتيتا في صدق. انت حبيبي يا نور، والله عمري ما قلتها يا نور، بس انت بسم الله ما شاء الله يعني. بص بقى، كل ما بهز كده بوسع مكان احط فيه قرصه 2 عشان الفرن وهو طول ما هو داير بتبقى القرص حلوه قوي. يعني انت بتنزليها على النت عشان يعرفوا يعملوها ازاي؟ ايه؟ انت بتنزليها على النت عشان يعرفوا يعملوها ازاي؟ ايوه. نور بيقول لي يعني انت يا تيتا بتمثليها عشان هم يعرفوا يعملوها ازاي؟ ايوه، عشان اللي زي مامتك كده ما بتعرفش تعملها، فعايزه تعمل لابنها وهو رايح الحضانه ياخد قرصه، فتشوف تيتا في الذوق او تشوف اي حد على النت بيعملها فتعمل زيها واولادهم بياكلوا ويتهنوا، صح كده؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين يا بنات؟ برضو في اتنين لسه هيستوي. كل ما بهز بوسع لنفسي مكان تاني، لان طبعا لما بتتخبز بقى فينا شر النار وعذاب النار يا رب، بتعمل ايه بقى؟ بتكش القرصه فبتاخد مكان صغير، فلما بهزها بتاخرها واحط جنبها ايه قرص تانيه. والله العظيم يا بنات، والله اسعد لحظات عمري وانا بعمل لاحفادي اكل او لاولادي او لاي ضيوف جايين لي او لاي حد. الواحد كده بيعمل بحب كده والله بجد. ويا رب يا رب يا رب يديمها نعمه ويحفظها من الزوال ويطعم جميع خلقه يا رب. عيال كل بيروحوا الحضانه او المدارس، في عيال ما بتعرفش تاكل الصبح وبياخدوا سندوتشات بتبوظ منهم. قرصتين من دول يا بنات لا هتبوظ ولا هيجرى لها حاجه، وياكلوها بألف هنا وتبقى بتطمن على اولادك. كمان اديتهم فيها حبه البركه اللي هي بتشفي من كل داء، يعني باذن الله طبعا ده كلام الرسول يعني. بسم الله ما شاء الله تشفي من كل داء الا السقم اللي هو الموت بقى، لان الاعمار بيد الله، لكن هي بتشفي من كل داء يا بنات. حبه البركه بسم الله ما شاء الله. انا ما رضيتش افصل في اول صينيه، قلت خليكم معايا في اول صينيه عشان تشوفوا طريقه الخبيز بتبقى ازاي. شايفين الصينيه اهي بسم الله ما شاء الله. وانت لسه ما عملتش لايك واشتراك، يلا انزل حط لايك واشتراك، عايز اعملنا. قسما بالله قسما بالله قسما بالله انا ما اعرف اقول الكلام اللي هو قاله، وانا وهو بس اللي صحيح. قسما بالله ما قلت له ولا اعرف اقول الكلام ده خالص، هو اللي بيقول. بس انت الكلام ده بتجيبه منين؟ بتشوف بتشوف الكلام ده على النت اللي يقولوا اعمل ايه؟ لايك واشتراك. لايك واشتراك. وانت بتعمل لهم بقى لايك واشتراك؟ طيب خلاص بقى، يا رب الناس يعملوا لنا لايك واشتراك يا نور. ما شاء الله عليك يا نور، الله اكبر. انا كل يوم اعمل لك قرص بقى يا نور وتيجي تقول لهم اعملوا لها لايك واشتراك، ماشي؟ عشان اللي احنا الاشتراكات بتاعتنا قليله قوي يا نور بصراحه. وانا هخليهم يوصلوا لي 40,000 لايك. 40,000 لايك؟
عشان خاطر نور محمد. طب صلي بقى على سيدنا محمد، قول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاة والسلام. شايفه يا نور؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين يا بنات؟ احلى قرص لاحلى نور محمد. بسم الله ما شاء الله. هنفتح الشباك شويه عشان الفرن بدأ يحرر اوضه الفرن بصراحه. شايفين يا بنات؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا وطيت من فوق عشان هو خد لون حلو قوي، وبسيب بقى من تحت. معلش هطول عليكم بس لغايه ما اول صينيه تخلص، وبعد كده ايه اخليكم ترتاحوا شويه، ولا اقول لك تعال نريحهم شويه عشان ايه حرام. هنحط بقيه بسم الله ما شاء الله يا بنات. بسم الله ما شاء الله. خدي بدلتي كده. شايفين يا بنات؟ لبيت اللي اتعمل كله مع بعضه، واتبردت على طول معاه، يعني ما بعطلش الفرن خالص. انت اخر الفيديو ما عملتش برضه لايك. نور بيقول لكم احنا في اخر الفيديو وانتم ما عملتوش برضه لايك. هيعملوا يا نور، هيعملوا ان شاء الله. انت نفسك تيتا تنجح في القناه بتاعتها يا نور؟ قول والله. بص يا بنات، القرص بتاعت نور اللي طلعت اهي جميله، واول قرصه بس هي سخنه طبعا مش هديها له عشان هو لسه 4 سنين حرام. لا. تبرد بس شويه واديها النور. انا فتحت له الشباك تهويها اهو. بدأنا بقى ناخد من اللي في الطبليه يا بنات اهو، نملى الصينيه كلها. نور بيقول لي ليه يا تيتا مش بتخبزوهم كلهم مره واحده؟ هو طبعا مش فاهم ان على قد الصاج والفرن. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله ما شاء الله اهو. بصوا يا بنات اهو الصاج التاني اهو، اللي اتحرك منه بقى بيوسع لي مكان. كل اللي اتحرك ده بيوسع مكان. بعمل ايه بقى؟ بحط جنبه انا سعيده قوي يا نور اللي انت معايا النهارده. وانت سعيد ولا لا؟ سعيد. وانا سعيده يا حبيبي. بصوا يا بنات القرص اهي بسم الله ما شاء الله. طبعا القرص طريه اهي جميله بسم الله ما شاء الله، حلوه قوي والله العظيم وطعم جميل. لسه بتاعت نور طبعا لسه ما بردتش اهي يا بنات القرص اهي. والف هنا وشفا يا رب على نور وعلى كل اللي زي نور وعلى اولادنا واحفادنا وعليكم جميعا يا رب. هدخل الصاج الصينيه الثانيه واسيبها تستوي وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. واشتركوا في القناه واعملوا اشتراك. ايوه وصلوا على محمد في الكومنتات. يا قلبي يا قلبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. انت الكلام ده كله عرفته منين يا نور؟ من النت. من النت يا نور يا نور محمد انت ما شاء الله. والله العظيم لوحده قسما بالله لوحده انا ما اعرف اقول الكلام ده خالص والله.
انا حتى بيطلبوا مني يعني، يقولوا لي قولي اعملي لي لايك وشير وكلام من ده، بقول لهم يا جماعه ما اعرفش والله، واتحرج اقولها، ما اقدرش اقولها اصلا. قسما بالله نور قالها لوحده، قسما بالله. لأنها بساعدك. لانك بتساعدني يا حبيبي، ربنا يساعدك يا رب. نور 4 سنين في حضانه، اسمه نور محمد. نور محمد ايه، جمال الجعلي يا خلاصي ان شاء الله. بابا سماك نور محمد ليه يا نور؟ عشان دايما نتذكر الرسول، نقول نور محمد، فنقول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. نروح أشرب. تشرب؟ اشرب يا حبيبي. طبعا هو ساب مامته وباباه نايمين، وجي قعد معايا شم ريحه الفرن والقرص، فجاه. اول بيقول لي ما هم عرفوا خلاص ان اسمي نور محمد، وعندي 4 سنين في الحضانه. هنطلع يا بنات اللي بيخلص بطلعه، اللي هو بياخد اللون ده بطلعه. انا كنت مغمقاه قوي في الاول، بس نور قال لا يا تيتا انا عايزه فاتح شويه عشان يبقى طري قوي. سخن قوي يا بنات، طلعته. عايزه اوريه لكم، بس سخن قوي بصراحه. طبعا البنات اليومين دول ما يعرفوش يمسكوا الحاجه سخنه زي ما انا بمسك كده. اتحداكم. مفيش ميه في التلاجة. مش في الثلاجه. ماجده هتجيب لك ميه على طول، هنصحي ماجده ونخلي ماجده تجيب. بصوا يا بنات، اللي بطلعها بحط مكانها على طول عشان الفرن يفضل داير. الفرن يفضل داير دي، يعني القرصه تبقى حلوه على طول، وتاخد وتدي مع حراره الصينيه، فتخلص بسرعه يعني. بسم الله ما شاء الله. ال 2 كيلو ونص، بسم الله ما شاء الله، والله ما ياخدوا 5 دقايق في الفرن. ليه بقى؟ كنا مسخنين الصينيه في الاول. كنا مسخنين الصينيه في الاول، فخدت الصدر الجد ده كله. ما شاء الله. احركها كده عشان ما عادش الا 3 قرصات احطهم، وكان الله بالسر عليم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اكفنا شر النار وعذاب النار. اخر قرصه هي يا بنات. ما لقيتش ازازة المية المعدنية بتاعتي. ما لقيتش ازازه الميه المعدنيه بتاعتك؟ طيب طنط ماجده في الحمام صحيت اهي، هتصحى دلوقتي، هتقوم دلوقتي وتجيبها لي. بصوا يا بنات، بسم الله ما شاء الله، على طول ازاي بياخد لون. بسم الله ما شاء الله. ايدي اسرع من على طول. ايدي اسرع من الحاجه اللي بشد بيها يعني. بس عايزه شويه شويه، ودي عايزه شويه. ايوه يا نور. بصوا يا بنات، احنا كده الحمد لله رب العالمين، اخر ساك في الفرن اهو. نور قال لي يا تيتا ما تنشفهاش قوي، خليها لي طريه. فانا هقفل الفرن واطلع الساك ده طري كده لنور. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا بنات، الوش زي الظهر، جميل جميل جميل. شايفين يا بنات؟ بصوا مش عارفه هي واصله لكم ولا لا يعني. وبصوا السمك بتاعها، بتبقى تخينه شويه يا بنات عشان تبقى طريه اهي. سخنه طبعا، انا ماسكاها سخنه النار طبعا. ايه يا نور؟ حطوا لايك، بيقول لكم نور. والقرص اهي، والحمد لله رب العالمين. فرحنا احفادنا. ونور اللي ما بياكلش خالص، والدكاتره مغلبنا عند الدكاتره عشان ما بياكلش، طلب قرص اول مره في حياته، فعملت له القرص اهو. ويا رب تكون بالهنا والشفا عليه يا رب.
ويا ريت كلكم تعملوا لاولادكم وعيالكم كده. فيها يا بنات فيها حبه البركه، وفيها سمسم، وفيها لبن، يعني وفيها خميره، فيها مغذيه للاطفال الصغيرين، لاولادكم ياكلوها كده من غير اي حاجه. بسم الله، الشفاء العافيه علينا وعليكم يا رب. سلام عليكم. مش عارفه لفت ولا لا.